أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي يشارك في افتتاح القمة الإفريقية الإيطالية في روما. تقييم برامج الرعاية الاجتماعية للمواطنين في إقليم الكاشبركة. العثور على بقايا أثرية في مديرية النحيل بالإقليم الجنوبي. انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من إيكواس ولا آفاق الوساطة. بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، بايدن يتوعد وطهران تنفي. بعد توتر العلاقات، باكستان وإيران تشددان على محاربة الإرهاب. من العناوين إلى التفاصيل. يشارك فخامة الرئيس سياس أفورقي في القمة الإفريقية الإيطالية التي افتتحت اليوم في العاصمة الإيطالية روما. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جورجيو ميلوني عن خطط بلاده لتعزيز العلاقات الشاملة مع إفريقيا. ويحضر المؤتمر الأول من نوعه أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إفريقية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وكبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرهم من المنظمات الدولية الكبرى. ويهدف المؤتمر الذي تم تنظيمه بدعوة من الحكومة الإيطالية تحت شعار بناء جسر للنمو الشامل إلى تعزيز التعاون القوي والمتساوي بين إفريقيا وإيطاليا في مختلف القطاعات، وخاصة الاقتصاد والبنى التحتية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والتدريب المهني والثقافة. وقال رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ميتاريلي في حفل عشاء للقادة والمنظمات الدولية في 28 من يناير أن الاتصالات والمناقشات الوزارية بين إيطاليا وأفريقيا في السنوات الأخيرة أدت إلى عقد المؤتمر وساعدت على تطوير علاقات منظمة وقوية، وأن مشاركة العديد من القادة في المؤتمر خير دليل على ذلك. غادر فخامة الرئيس البلاد لحضور القمة الإفريقية الإيطالية في الساعة الأولى من يوم أمس. رافق الرئيس سياس أفورقي في زيارته كل من وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي. غال فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم الكاشبركة في التقييم المنظم خلال 25 من يناير في بارونتو أن ضمان الرعاية الاجتماعية للمواطنين هو أحد أولوياته ويصير تقدما جديرا بالثناء. ووفقا للتقرير تم تنفيذ برامج رئيسية بما في ذلك حماية حقوق الأطفال والمعاقين ورعاية أسر الشهداء ورعاية الأيتام والفقراء والمسنين ومراقبة انقفاز القانون والعمل وتعزيز قدرات الموظفين. وقد كانت مشاركة الجهات الشريكة ناجحة للغاية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن استكمال مبنى المكاتب في مديرية سلعة وإصلاح مكاتب المديريات سيكون محور التركيز هذا العام. وقال القائم بأعمال رئيس الفرع سيد تصفى جبريل جبر سلاسي أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتحسين معيشة المواطنين من خلال خلق المزيد من فرص العمل في العام 2023، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة لزيادة الإنتاجية من خلال تعزيز السلام بين الموظف وصاحب العمل. وأضاف أن الأولوية ستحظى بحملات لرفع المستوى الوعي العام حول الممارسات الضارة وضمان حقوق النساء والأطفال. وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لول جبراب في كلمتها الأخيرة قالت بأن الممارسات الضارة مثل الختان بشكل عام وزواج القاصرات بشكل خاص ما زالت بحاجة إلى العمل، وحثتهم على العمل مع الشركاء لإحداث التغيير المنشود. واقترح المشاركون أن تستمر الحملات وضرورة إنشاء التسليم المبكر للمواد التعليمية لأن التأخير له تأثير ويجب معالجة النقص في المكاتب. تم اكتشاف قطع أثرية قديمة في منطقتي أجرمخل ومعروس رحاب ومديرية النحيل. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرانا بأن القطع الأثرية التي تم العثور عليها أثناء القيام بالأنشطة التنموية الجارية للحفاظ على المياه والتربة تشمل على الأدوات الحادة وشظايا ومواد فخارية وعظام.
وقال الشابي ياسو أبرهة خبير الحفاظ على المياه والتربة المشرف على العمل أنه تم اكتشاف الآثار أثناء حفر الأساس لبناء المدرجات، مناشدا الجهات المعنية منح الاهتمام لتلك الآثار وحفظها بشكل فوري. وأوضح الشاب مرهوي قبر أملاخ على عالم الآثار في مكتب مفوضية الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي بدوره أنهم زاروا الموقع وأكدوا الاكتشاف. وقال أنه تم إبلاغ مقر لجنة الثقافة والرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تقع منطقة إقرم مخل على طريق مندفرة الدخالة على بعد حوالي 7 كيلومتر جنوب مدينة مندفرة. قال مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر في الاجتماع الذي عقد خلال 28 من يناير لتقييم أنشطة 2023 ووضع خطط لعام 2024 أنه سيعمل على تعزيز دور المنظمات الشعبية والعمالية في برامج التنمية. وقال سكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم السيد رزينا أدوناي أن العمل الذي قام به الشعب ومنظمات وموظفي الخدمة المدنية في برامج التصدي المشترك كان بمثابة نقطة انطلاق للبرامج المستقبلية، داعيا لمواصلته في العام 2024 بتنظيم ومشاركة عامة قوية. وشدد السيد رزينا على أهمية تضافر الجهود لرفع مستوى الوعي لضمان عدم تشويه القيم التي هي أصل تاريخنا وهويتنا. من جهتهم عرض رئيسا الشؤون السياسية والشؤون التنظيمية أحمد جعفر وأحمد عبد القادر تقارير حول المبادرات المتخذة لتنمية صندوق أمانة الشهداء ومساعدة ورعاية أسر الشهداء والدورات التأهيلية المنتظمة والخطوات المتخذة حول العلوم الاجتماعية. وتم خلال المناسبة عرض ومناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها في المجالات السياسية والتنظيمية والإدارية والثقافية والأمنية وغيرها خلال العام 2023. واقترح المشاركون دراسة المشاكل في الخدمات الاجتماعية وإيجاد الحلول لها، والنظر في إمدادات الطاقة بالغاز ومراجعة تعرفة الكهرباء، والاهتمام بخدمات إمدادات مياه الشرب والنقل، ومواصلة الندوات الموضوعة التي ترتكز على الشباب وغيرها من التوصيات البناءة. وقالت حاكم الإقليم السيدة أسمرة أبرهة أنه من المهم تحديد التحديات والثغرات ومعالجتها في وقت مبكر. وذكرت الإجراءات المتخذة في مختلف المجالات التي ظلت تحقق نتائج على أرض الواقع بهدف تنفيذ خطط الإيرادات الملموسة وفي الوقت المناسب بشكل فعال، ودعت إلى عمل متكامل أقوى. يساهم مستشفى عداقة حموسة العمومي للولادة في الإقليم الأوسط الذي ظل يشهد تجهيز جيد بالمعدات الحديثة والكادر البشري من وقت لآخر، وإلى جانب إصلاحات البنى التحتية يساهم بشكل كبير في كفاءة خدماته. وبحسب المدير الطبي للمستشفى دكتور داويت ستيفانوس فإن أنشطتهم تشمل مراقبة ورعاية النساء الحوامل والقابلات والأطفال، وتطعيم المواطنين المسافرين إلى الخارج، ومراقبة سرطان عنق الرحم والاختبار الطوعي لفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، ومتابعة أكثر من 4000 حالة حمل في عام 2023، حيث وضعت 2800 بشكل طبيعي و256 عن طريق العمليات الجراحية. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك خضعت 120 امرأة تعاني من مشاكل صحية في عنق الرحم لعمليات جراحية، وتم تطعيم أكثر من 7 طفل دون سن الخامسة. من جانبها قالت الممرضة فقاد حكوس أن المستشفى ساهم في ملء النقص، مما أدى ذلك إلى تخفيف المشاكل التي كانت تواجه في مكان العمل، موضحة أن الأنشطة المقدمة بالتركيز على الإنجاز لا زالت تساهم بقوة في فعالية أنشطتهم. وأثنت الأمهات اللائي يلدن في المستشفى على جهود الكادرة إضافة إلى الخدمات المتكاملة. استشهد المناضل عثمان أبو بكر إدريس المسؤول السابق للشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة في 28 من يناير عن عمر ناهز 69 عاما. انضم المناضل عثمان أبو بكر إدريس إلى صفوف جبهة التحرير الشعبية الإريترية في العام 1979، وعمل كعضو في اللجنة التنفيذية لجمعية الإقاصة الإريترية أثناء النضال التحرري. وبعد الاستقلال كان رئيس الفرع الإقليمي لجمعية الإقاصة الإريترية،
ورئيس قسم الهجرة والجوازات في إقليم عنسبة والقاشبركة، وكذلك رئيس الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المملكة العربية السعودية والبحرين، ورئيس قسم الشؤون السياسية في إقليم عنسبة، وهو مناضل خدم شعبه ووطنه بوفاء. الشهيد عثمان أبو بكر متزوج وأب ل6 أطفال، وقد ورى جثمانه الثرى يوم 28 من يناير في مقبرة الشهداء في مدينة كران. تعرب الجبهة في إقليم عنسبة عن تعازيها لأسرة ورفقاء وزملاء الشهيد عثمان أبو بكر إدريس. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، في خطوة عدها المحللون تحمل حاليا خسارة كبيرة للمنظمة ومستقبلا مضطربا لتلك الدول، وسط انعدام أي أفق قريب للحل. الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر أعلنت في بيانها المشترك أنهم يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم. وتحاول إيكواس وقف موجة الانقلابات والضغوط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابيين النيجيريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده سوف ترد بعد مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة العشرات خلال قارة جوية بطائرة بدون طيار ليلا في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية. وألقى بايدن باللوم على الميليشيات المدعومة من إيران في سقوط أولى قتلى أمريكيين بعد أشهر من الهجمات التي شنتها هذه الجماعات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس. ومع تزايد خطر التصعيد العسكري في المنطقة، عمل المسؤولون الأمريكيون على تحديد المجموعة المسؤولة عن الهجوم بشكل قاطع، وقد قدروا أن إحدى الجماعات العديدة المدعومة من إيران كانت وراء الهجوم. ولم يتأخر الرد الإيراني بخصوص هذه الاتهامات، إذا وصفها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأنها لا أساس لها من الصحة. وأشار كنعاني إلى أن هذه الادعاءات لها أهداف سياسية محدودة لقلب وقائع المنطقة، وهي متأثرة بأطراف ثالثة. بعد توتر العلاقات بين البلدين خلال الأسبوع الماضي، أكدت إسلام آباد على العلاقات الوثيقة مع إيران، مشددة على أنها مصدر مهم للاستقرار المنطقة. وقال وزير الخارجية الباكستاني جلال عباس جيلاني بعد لقاء نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن باكستان وإيران اتفقتا على مواجهة خطر الإرهاب معا، وأنهما عزيمتان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أن احترام السيادة ووحدة الأراضي مهم للتعاون بين باكستان وإيران، لافتا إلى أن البلدين اتفقا على التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية بين إيران وباكستان. ويزور وزير الخارجية الإيراني باكستان لإجراء محادثات بهدف تهدئة التوتر الناتج عن تبادل الضربات مؤخرا عبر الحدود بين البلدين. يذكر أن العلاقات تدهورت بين البلدين الجارين بعد شن إيران هجوما بالصواريخ ومسيرات على أهداف وصفتها بأنها إرهابية في باكستان. وردت باكستان بعد يومين بضرب أهداف إرهابية داخل الأراضي الإيرانية. أطلقت شركة سبيس إكس عدد من أقمار الإنترنت ستارلينك الصناعية من صاروخ فالكون. وتم إطلاق الصاروخ من مركز كندي للفضاء التابع لناسا. وسترسل مهمة ستارلينك 23 قمرا صناعيا جديدا للإنترنت إلى مدار أرضي منخفض.
وقام معزز المرحلة الأولى من فالكون ب9 إلى 17 رحلة سابقة. وقد هبطت سبيس إكس معززة المرحلة الأولى على متن السفينة بدون طيار في المحيط الأطلسي. تذكير بالعناوين مرة أخرى. فخامة الرئيس السياسي يشارك في افتتاح القمة الإفريقية الإيطالية في روما. تقييم برامج الرعاية الاجتماعية للمواطنين في القاش بركة. العثور على بقايا أثرية في مديرية ابن حيلي في الإقليم الجنوبي. انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من إيكواس ولا آفاق لوساطة. بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، بايدن يتوعد وطهران تنفي. بعد توتر العلاقات، باكستان وإيران تشددان على محاربة الإرهاب. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.